ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ في فيديو النهاردة هنتكلم عن واحد من اشهر الشخصيات الكرتونية، مميز بالبدلة بتاعته الصفراء ورد افعاله المجنونة والغير متوقعة، واهم حاجة بتميزه قناعه الاخضر. ايوه، احنا هنتكلم عن كنتور ستانلي إبكيس او كرتون القناع. جاهزين؟ يلا بينا. مسلسل القناع أو The Mask Animated Series إنتاج 1995 من طرف دارك هاوس انترتينمنت، مكون من جزئين، كل جزء 52 حلقة، مقتبس من فيلم ذا ماسك اللي اتعرض سنة 1994 واتعرض لأول مرة في الوطن العربي على قناة سبيستون من 2000 لحد 2014. وقبل ما نبدأ في قصة المسلسل هنتكلم عن قصة القناع نفسه. في يوم من الأيام مجموعة من الغواصين لقيوا سفينة وهما بيدوروا فيها اتفتح صندوق قديم وخرج منه قناع خشبي أخضر، وتشاء الأقدار إن ستانلي إبكيس أو زي ما تسمى في سبيستون سامح عدى بعربيته جنب السفينة دي وشاف القناع فخده معاه وروح بيه. وطول ما هو قاعد بيفكر ايه اللي هيحصل يعني لو لبسه، وفعلا بيلبس القناع ونشوف شخصية المقنع الأخضر لأول مرة. وطريقة استخدام القناع ده غريبة ومدهشة في نفس الوقت، بمعنى إن الشخص اللي بيلبس القناع ده بيطلع كل حاجة محبوسة جواه من مشاعر وأحاسيس، بمعنى إنه لو لبسه شخص بائس حزين محروم عاطفيا زي ستانلي هتلاقي شخص حساس وعاطفي بشكل مجنون، ردود أفعاله ملهاش أي علاقة بالمنطق الطبيعي، مشهور بكلمة بيقولها على طول وهي سموكين. وده اللي اتقال في شرط البداية بتاعت سبيستون: يمرح يلهو كالأطفال، يبتسم أمام الأهوال، لا يخشى الأشرار ولا القتال. ودي أنا شايفها عبقرية كبيرة جدا من سبيستون، في إنها زي قدرت تلخص شخصية القناع في جملة واحدة بس: يمرح يلهو كالأطفال، يبتسم أمام الأهوال، لا يخشى الأشرار ولا القتال. القناع يعني أنا القناع. ولو لبسه شخص مجرم زي دوريان هتلاقي شخصية شريرة ما يفرقش مع أي حد غير مصلحته. يعني باختصار القناع ده مراية بتعكس كل الجوانب الخفية عند الشخص اللي لابسه وتخرج كل حاجة جواه وتشكل على هيئة إنسان تاني خالص. ونيجي لشرح قصة الكرتون اللي اتعرض على سبيستون. الأستاذ سامح عامل بسيط في البنك، مهمش مكسور الخاطر وما عندوش ثقة في نفسه، يلاقي قناع غريب ويلبسه ويتحول لشخص مجنون عنده شجاعة وثقة في نفسه غير طبيعية عكس شخصيته الحقيقية، وده اللي احنا قلناه. ومحدش يعرف حكاية القناع ده غير 3 بس: مايلو كلب سامح الأليف وعز أصحابه، الصحفية مها أقرب صديقة ليه، وأنا بصراحة شايفها إنها إنسانة استغلالية جدا عشان هي الوحيدة اللي بتكتب عن الحوادث اللي بيعملها القناع وبتكسب منها شهرة وفلوس. فدعوس عالم مجنون شرير عايز يسرق القناع من سامح وياخد ليه هو. ودي تكون نهاية القصة ونهاية الفيديو. فلو عجبك الفيديو متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتكتبوا لي عايزين اتكلم في ايه في الفيديوهات الجاية. وبس كده، كان معكم أحمد، سلام. قناع جميل، قناع ليس له مثيل. القناع.